ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي يا حبايبي، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه. عايزين القناه تكبر بيكم ان شاء الله. بص يا حبايبي، ان شاء الله النهارده هنعمل كيكه باليوسفندي. تمام. انا معايا هنا واحده من اليوسفندي. تمام، هقطعها كده زي ما شايفين، وهشيل منها البذر خالص. تمام، هنعملها بالقشر بتاعها. مش هتمرر، لا مش هتمرر ولا يحصل لها اي حاجه. تمام، هنشيل البذر بتاعها كده. تمام، هتشيل معانا بكل سهوله ان شاء الله. تمام، وهنعملها في شفشق الخلاط العادي. تمام، شفشق الخلاط بتاعنا المتوفر في كل بيت طبعا. هننزل بيه اليوسفندي كده زي ما قطعتها. تمام، بالقشر بتاعها بكل حاجه طبعا، هنكون غسلينها غسله كويسه طبعا عشان التراب وكده. تمام، هنزل بيه اليوسفندي واحده منها في شفشق الخلاط. تمام، وهضربها كده في شفشة الخلاط. تمام، هنزل عليها بثلاث بيضات درجة حرارة المطبخ. مش ينفع نطلع البيض من التلاجة ونستخدمه يا حبايبي. تمام. دي فانيليا بالبرتقال. لو متوفرة عندكم، متوفرة عندكم حطوها، مش متوفرة خلاص، دي خطوة اختيارية. تمام، انا لقيت عندي واحدة فحطيتها يعني. تمام، لو مش متوفرة عندكم حطوا معلقة من الخل وفانيليا العادي. تمام، وهنا كوباية من السكر. تمام، كوباية من السكر، وهضرب الخليط ده كله مع بعض تاني. تمام، هنا نص كوباية من الزيت. نص كوباية من الزيت. عايزين تحطوا خليط زيت على سمنة ماشي، زيت على زبدة ماشي، اللي يريحكم. تمام، هنا معايا كوبايتين من الدقيق المنخول، وحطيت عليهم ذرة من الملح. تمام، وكيس بيكنج باودر او كيك شيف. تمام يا حبايبي، كده المتوفر عندكم برضو. دول كوبايتين من المج اللي انا عيرت بيه في الاول. تمام، هنزل بالخليط السائل اللي ضربته في الخلاط. تمام، وهنا اليوسفندي معايا القشر بتاعه اتضرب خالص، مفهوش اي حاجه. تمام، هو مش هيمرر، صدقوني والله مش هيمرر، بالعكس هتطلع كيكه تحفه. عاوزة يا حبايبي، ادي شكل القوام بتاع الكيكه بتاعتنا. طبعا انا مولعه الفرن قبل ما ابتدي في الكيكه. هدخل الكيكه بتاعتنا على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. مش هولع الشوايه عليها. عذرا يا حبايبي، مش هولع الشوايه. لو اللون بتاعنا ما وصلش اللون اللي درجه اللون اللي حضرتك عايزاها، ولعي الشوايه وخليكي واقفه جنبيها عشان هتحمر بسرعه. ادي شكل الكيكه بتاعتنا، تحفه وجميله. شايفين اللون بتاعها عامل ازاي، والارتفاع بتاعها خطيره، وريحتها تحفه، وكانت قلب ريحه الشقه بجد والله يا جماعه، ريحتها تحفه. اهم حاجه طبعا ربنا يحسن ما بين ايديكم. ما تنسونوش في اللايك بالله عليكم، لكل اللي مش مشترك في القناه وشاف الفيديو يشترك في القناه بالله عليكم، لان بتبقى المشاهدات اعلى من الاشتراكات. فبالله عليكم الكل اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه، وما ينسانيش في اللايك ودعوه حلوه كده، ولكم بالمثل ان شاء الله. وربنا يحسن ما بين ايديكم. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.